السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب أولى إعدادي؟ النهاردة بإذن الله هنحل أسئلة كتاب برافو من صفحة 29 ل 34. أهم حاجة تكون شفت شرح اليونت وحليت الأسئلة دي قبل ما تشوف الحلة دي معايا، يعني أكنك بتختبر نفسك معايا. حل الأول وبعد كده شوف التصحيح. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو وادعولي كده دعوة حلوة في الكومنتات. ولو حابب تنضم معايا في جروبات الأونلاين هسيب لكم رقمي في الديسكريبشن بوكس. ويلا بينا نبدأ حل اليونت. أول سؤال كده، دايما لما بتيجي تمتحن امتحان فرنش هتلاقي في عندك قطعة. ممكن تبقى قطعة عادية وممكن تكون دايلوج زي اللي عندنا ده. تمام. أول حاجة كده بيقول لك on class، يعني ايه on class؟ في الفصل. شايف؟ بص الجملة اللي فوق العنوان ممكن يعملك عليه سؤال، فاقرأه من أوله لآخره. on class. والديالوج ما بين ميسيو كلاود وما بين جاسكوس، يعني الميسيو والطالب بتاعه. ميسيو كلاود بيقول بونجور كومون تو تابيل، صباح الخير، ما اسمك؟ فجاسكوس قال له جو مابيل جاسكوس ليو. فميسيو كلاود بيقول كيسكي تون بير في. ده السؤال ده لما أخدناه في الشرح قلنا بيسأل عن المهنة. ماذا والدك يعمل؟ فجاسكوس قال il est pharmacien، هو صيدلي. كيلور ton père va à la pharmacie، في أي ساعة والدك يذهب إلى الصيدلية؟ فجاسكوس قال à 9 heures du matin، الساعة 9 صباحا. Monsieur كلاود et ta mère، ومامتك qu'est-ce qu'elle fait؟ ماذا تعمل؟ elle est avocate. elle est avocate، هي avocate يعني محامية. elle s'appelle ماريا، اسمها ماريا. تعالوا نشوف أول سؤال. ces personnes sont، هؤلاء الأشخاص يكونوا. شفتوا؟ مش قلت لكم هيجي لكم ممكن يجي لكم عليها سؤال. en classe يبقى dans une classe، يبقى الإجابة lettre A. طب numéro 2، ليو et نقط de جاسكوس. هو ليو ده مين؟ أهو. بيقول لك يعتبر مين؟ بروفيسور ولا البير ولا لو فرير لجاسكوس؟ هو اسمه جاسكوس ليو، يعني ليو ده مين؟ يبقى أبوه. طب numéro 3، la mère de جاسكوس، مامة جاسكوس. ايه تكون؟ هو قالت لي ايه لما سأل عن مامته؟ كيس كيلفي؟ قال إلي افوكات، يبقى إلي افوكات اول واحدة. نمرو 4، مسيو ليو فا à la pharmacie، بيذهب إلى الصيدلية نقط دو ماتان، في الصباح. هو بيسأل عن الساعة. بصوا بقى دايما بيعملها كده، بيعمل الحركة دي، يجيبها لك أرقام فوق وتحت حروف. طب يعني ايه نف؟ 9 يعني نف، يبقى لازم تحفظ الأرقام. يبقى lettre سي. تعالوا نشوف القطعة التانية. سالو. سالو يعني أهلا أو مرحبا. Je m'appelle ماتيلد، أنا اسمي ماتيلد. J'habite à Lyon، عايش في ليون. Mon père s'appelle Antoine، بابايا اسمه أنطوان. Il est avocat، هو يكون محامي. Ma mère s'appelle ماريا، مامتي اسمها ماريا. Il est pharmacien، pharmacien يعني صيدلانية. Ma sœur s'appelle Martine، أختي اسمها مارتين. Elle elle est journaliste، هي بتشتغل جورناليست صحفية. Mon cousin ابن عمي s'appelle جون، اسمه جون. Il est photographe، هو يكون فوتوغراف مصور. Il habite à Marseille، عايش في مارسيل. الكلام عايد على مين؟ الكلام عايد على جون. ما كوزين بنت عمي سابيل لوسي، اسمها لوسي. إلي ميديسان، يبقى هو عرفني على عيلته. الباراجراف ده بيعرفني بيه على عيلته. مين اللي بيتكلم؟ ماتيلد. طب تعالى نشوف أول سؤال. جون أبيت، فين جون؟ جون أهو. ساعتها قال لي هو عايش فين؟ قال لي إل أبيت أ مارسي، يبقى لا تخسا أ مارسي. نيميرو 2، بيقول لي لا مير دو ماتيلد، مامة ماتيلد سابيل، اسمها فين مامة ماتيلد؟ ما مير سابيل ماريا، يبقى مامتها اسمها ماريا. نشوف نمرو 3، مسيو أنطوان. ايه هو مين مسيو أنطوان ده؟ تعالى نرجع نشوف كده. مسيو أنطوان أهو. تمام، هو ده يعتبر مين؟ أبو ماتيلد، يبقى هو. لا هو بيسألني عن مهنته، قال لنا ايه؟ إلي أفوكات، يبقى أفوكا. نمرو 4، جون ايه نقط دو ماتيلد. هو جون ده بالنسبة لإيه؟ لماتيلد. تعالوا كده نرجع. جون اهو،
وماتيلدا هي قالت مون كوزان، ابن عمي اسمه جون، يبقى هو بالنسبة لها لو كوزان. تمام قوي. ده كده القطعة التانية مفيهاش أي حاجة صعبة. تعالوا نشوف المواقف. لو في حد فيكم ما بيعرفش يحل المواقف، أهم حاجة فيها في المواقف دي إن أنت تعمل دايرة على مين اللي بيتكلم، تمام، ومين اللي هيرد، مين اللي هيقول. تمام. يعني ايه؟ يعني مثلا تعال نشوف اول واحد كده، اعمل دايره لو انت مش بتعرف تحل مواقف. ton petit frère، اخوك الصغير. تو دي مون بيسالك، اعمل دايره على ton petit frère، اخوك هو اللي بيتكلم دلوقتي بيسالني. لونكل، العم ده سيكي، من يكون؟ هي اللونكل ده على فكره ما ينفعش، مش عم بس، ممكن يبقى عم وخال. فبيقول لك لونكل سيكي، من يكون؟ تو يعني انت. انت هتقول، انت اللي هتقول، هو اللي سألك وانت اللي هتقول، يعني انت هترد عليه. هو ايه الانكل ده؟ هيبقى سي لو فرير دو بير، اخو باباك، ولا ابو باباك، ولا في دو بير، ابن باباك؟ لا طبعا، يبقى اول حاجة هي فرير دو بير، اخو باباك، عمي. طب رقم اتنين، تو ديموند ا تون امي، انت، اعمل دايرة على انت اللي بتسأل صديقك، انت بتسأل صديقك. كيس، لما جينا اخدنا الجملة بتاعت الاستفهام دي، كيس كان معناها من يكون، بتسأل عن هوية الشخص. من يكون؟ إيل دي مين اللي هيقول؟ هو. يعني أنا اللي سألت وصديقه هو اللي هيقول، يبقى أنا عايز رد. أنا سألته كيس من هذا، فهو يرد عليا يقول لي سي لو بير دو رامي، إنه أبو رامي. فأنا بعرف حد. ما ينفعش جو مابيل رامي، جو مابيل رامي دي كده يبقى أنا بقدم نفسي. جو سوي جورناليست، أنا كده بقول مهنتي، بقدم نفسي برضو. طب نيميرو 3، ton père travaille dans une pharmacie، باباك بيشتغل في صيدلية. ال دي هو هيقول، ترجمه كويس، باباك بيشتغل في صيدلية، هو هيقول ايه؟ je suis pharmacien، انا اكون صيدلاني. طب numéro 4، pour remercier ton ami، انت لكي تشكر صديقك. tu dis، انت هتقول ايه؟ merci. فافتكروها، هي اصلا جايه من غير ميرسي، جايه من كلمه ميرسي. طب رقم 5، تو سالو، انت بتحيي صديقك لو ماتان. في حد كتير قوي بتقع في الحته دي. ماتان يعني، يعني صباحا، لكن سوار اهي نكتبها، اهي دي معناها مساء. فما حدش يتلخبط، قال لي ماتان صباحا، يبقى ايه الاجابه؟ يبقى الاجابه بونجور. طب لو قال لي سوار تبقى بونسوار. تمام. تمام. رقم 6، tu te présentes، انت بتقدم نفسك. tu dis، انت هتقول je m'appelle تايو، اول واحدة. نيميرو 7، رقم 7، tu demandes، انت بتسأل à un enfant، انت بتسأل طفل. اعمل على دايرة على tu، انت اللي بتسأل طفل. son prénom عن اسمه. tu dis، انت اللي سألت وانت اللي هتقول، يبقى احنا عايزين سؤال. ايه السؤال اللي بيسأل عن الاسم؟ هو comment tu t'appelles. لو كان قال لي بدل التو كان بدلها إيل، هو اللي هيقول، يبقى كان هيقول جي مابيل فيكتور. فتركزوا قوي في الحتة دي. نيميرو 8، ton ami te demande، صديقك هو اللي بيسأل. qu'est-ce que ton père fait، ماذا يعمل والدك؟ لما أخدنا فيرب فير، وأخدنا لما بيجي مع كاسك كان بيسأل عن المهنة. ماذا يعمل والدك؟ tu dis، انت هتقول ايه؟ ماذا يعمل؟ ما ينفعش التغافاي، التغافاي على اوبيتال، ده كده المكان. هو بيسألك عن المهنة نفسها، يبقى ايه لي ميديسان. نشوف رقم 9، une personne te demande، في شخص te demande بيسألك، ما قاليش مين الشخص ده. تمام. ton prénom، لسه قايلين كلمة prénom يعني اسمك الأول. tu dis، انت اللي هتقول، يبقى في شخص انت ما تعرفوش هو مين ده بيسألك عن اسمك. انت هتقول له ايه؟ هتقول له اسمك، يبقى تقول له je m'appelle كريم. طب نيميرو 10، رقم 10، tu demandes à ton ami، انت بتسأل صديقك لور عن الساعة. tu dis، انت هتقول، انت اللي سألت وانت اللي هتقول، يبقى تقول ايه؟ هتقول كيلوغاتيل، الساعة كام؟ ليه مش اكيلور؟ هي مش دي مش تسأل عن الساعة برضو يا ميس؟ لا، هي دي بتسأل عن ساعة الوصول.
لكن هو انت بتسأل عن الساعة عامة يبقى كيلوغراتيل. نشوف اللي بعده. رقم 11 بيقول لي ton ami te demande، صديقك ton ami بيسألك où tu habites، أين تعيش. tu dis، أنت اللي هتقول. صديقك سألك أنت بتعيش فين، فأنت هتقول له، يبقى تقول له أنت ساكن فين. j'habite à الأقصر، أنا ساكن في الأقصر. طب اللي بعده رقم 12 ton ami te demande، صديقك بيسألك la profession de ton père، كلمة profession يعني مهنة، عن مهنة والدك. ال دي هو هيقول، صديقك اللي سأل وهو اللي هيقول، يبقى احنا عايزين سؤال. ايه السؤال اللي بيسأل عن المهنة؟ هو qu'est-ce que ton père fait، ماذا يعمل والدك. رقم 13 tu présentes une personne، انت بتقدم شخص. tu دي انت هتقول انت اللي بتقدم شخص، يبقى انت هتقول ايه؟ هتقول سي مجدي. ليه مش جمال؟ جمال دي كده بتقدم نفسك، احنا عايزين نقدم شخص. تمام. اللي بعده رقم 14 tu demandes à ton ami l'heure، انت بتسأل صديقك عن الساعة. هو هيقول، انت هو هيقول ايه؟ هيقول il est 8 heures. ليه مش je arrive؟ دي بتسأل عن ساعة الوصول. رقم 15 tu demandes، انت بتسأل à ton ami، انت بتسأل صديقك où tu vas، أين تذهب. il دي هو هيقول، يبقى يقول ايه؟ طالما عندي فعل aller يبقى هلاقي الإجابة برضو في فعل aller، يبقى اسمها je vais à الأقصر، أنا أذهب إلى الأقصر. رقم 16 ton ami te demande، صديقك te demande بيسألك à quelle heure tu arrives à Alexandrie، في أي ساعة تصل إلى الإسكندرية. tu dis، أنت اللي هتقول، صديقك اللي سأل وأنت اللي هتقول، يبقى أنت هتقول له أنا هوصل فين. طالما في عندي سؤال زي هنا كده كيلور، يبقى هرد بيه ميدي. ليه مش ألكسندري؟ لأنه بيسأل عن ساعة حضرتك مش مكان. اللي بعده أدوات المعرفة اللي أخدناها مع بعض عايزين نحل عليها. تعالوا بقى كده نشوف. بيقول لي حط في النقط لو أو لا أو إلا أبوستروف وليه. لو مع المذكر، إلا مع المؤنث، والإلا أبوستروف مع المفرد المذكر أو المؤنث اللي مبدوء متحرك، واللي بتاعت الجمع سواء مذكر أو مؤنث. طب كوزا، كوزا يعني ابن العم، ده مفرد مذكر يبقى ياخد اللو. اللي بعده رقم 2 أنكل يعني عم، ده بس مبدوء متحرك. خلي بالك من الحاجات دي عشان يعني هتوقع منك درجة عبيطة قوي. يبقى إلا أبوستراف، ناس كتير قوي بتوقع في اللي مبدوء بمتحرك ده وتعمله عادي. نشوف اللي بعده. رقم 3 بيقول لي بارون، الوالدين، فيها اس، يبقى تاخد ليه. طب اللي بعده بيقول لي فغير، اخواتي. اخواتي يبقوا جمع، يبقى احط لها ليه. كلمة رقم 5 كلمة كلمة دي كانت مؤنثة، ولكن القش هنا مش منطوقة، وطالما مش منطوقة لما جينا شرحنا الحروف المتحركة، طالما صامتة يبقى ده حرف فويل، يبقى احط قبله الا ابوستروف. نحط قبله ايه؟ الا ابوستروف. اللي بعده رقم 6 في يعني بنت، تبقى مفرد مؤنث، طالما مفرد مؤنث يبقى تاخد لا. اللي بعده بروفيسيون، بروفيسيون يعني مهنة. مهنة دي كانت كلمة مؤنثة ولا مذكرة؟ كانت كلمة مؤنثة يا ميس لما حفظتها، يبقى تاخد لا. رقم 8 enfant، طفل أو طفلة. ناس كتير بتقولي كده، يبقى تاخد اللي ولا لا؟ ما يا حبيبي دي مبدأ متحرك، مبدأ متحرك يبقى تاخد ال أبوستروف اهي. اللي بعده رقم 9 garçon، garçon يعني ولد، طالما ولد يبقى مذكر لو garçon. اللي بعده سور، سور يعني أخت، مؤنث، تاخد اللا. رقم 11 بيقول لي أمي، أصدقائي، أصدقائي بس دول ولاد، تمام، بس آخرها اس، يبقى تاخد ليه. ناس كتير تقول لي ليه مش هتاخد يا ميس إلا أبوستروف؟ يا حبيبي دي جمع. هي في مشكلة لما يجي حرف الاس بعد حرف الاي؟ لا عادي، حرف ساكن وبعده حرف متحرك. انا عندي مشكلة لو كانت الاس دي مش موجودة، كان المفروض احط الا أبوستروف. رقم 12 باغ، يبقى لو باغ أبويا، مذكر. نيجي نكمل شوازي لا بون ريبونز، اختار الإجابة الصحيحة. رقم 1 ايه
افوكات. واحد كده مش مركز يقول لي يا ميس مش الاو اس تي دي. تمام، بتاخد الايل والال. اختاري هنا دلوقتي، روحي يا حبيبي بص على المهنة. حاطط لي او في الاخر محامية، يبقى مين اللي هقول هو ولا هي؟ هقول هي. الافوكات، اللي افوكات هي تكون محامية. رقم اتنين، نقط مابيل شادي، اسمه شادي، يبقى اقول ايه؟ مابيل دي بتاخد جو مابيل، انا اسمي شادي. رقم تلاتة، رقم تلاتة بيقول لي ابيتون الأقصر، نعيش في الأقصر، أقول إيه؟ نو أبيتون. مين اللي بتاخد الأو إن إس؟ هي النو. اللي بعده رقم أربعة، نقط إيه فارماسيان، تكون صيدلانية. حد يقول لي الأو إس تاخد التو. تويي فارماسيان، هل أنت صيدلانية؟ رقم خمسة، نقط اللون الأقصر، مين اللي بتاخد الأو إن إس؟ النو. رقم ستة، رقم ستة بيقول فا. فا، مين اللي بياخد verb aller؟ في اي اس كده. tu vas. رقم سبعة، نقط ايه كالور. ايه كالور، بتحط ايه هنا؟ اللي بتسأل عن الساعة هي إلي كالور. نشوف اللي بعده. رقم تمانية، نقط فونت أرمينيا. فونت، مين اللي بتاخد فونت؟ الآلة فيك اس. تذاكر الأفعال، كل أسئلتك على تصريفات الأفعال اللي أخدناها. رقم تسعة، نقط سوي جورناليست، مين اللي بياخد سوي فيرب اتر؟ جو سوي جو. رقم عشرة، كاسك نقط في. فات سوري، فات، مين اللي بتاخد فات؟ فو فات. رقم واحد، نقط في او فا او كار، مين اللي بياخد في فعل؟ اللي جو في. جو في او كار، أنا أذهب إلى القاهرة. رقم اتنين، نقط سونت أفوكات. سونت، هتقول لي يا ميس السونت دي بتاخد الإلى بك اس والآلة بك اس، أحط إيه دلوقتي؟ روح بص هنا، او اس، فيها او اس يبقى جمع مؤنث، يبقى آلة فيك اس. رقم ثلاثة، نقط غافاي، مين اللي بتاخد فيها او اس؟ هي التو. رقم أربعة، نقط فونت اون ايجيبت، مين اللي بياخد فونت؟ الإلى فيك اس. رقم خمسة، ابيتي، مين اللي بتاخد فيها او زد؟ النهاية او زد وهي الفو. رقم ستة، نقط arrivant à 9 heures، مين اللي بتاخد او ان اس؟ النو. رقم سبعة، arrive، مين اللي بتاخد النهاية الأو الوحيدة وهي جي أو استخاف. رقم تمانية، كاسك نقط في، مين اللي بتاخد في؟ ال. في اللي بتاخد في اللي آخرها تي هي الإيل والال. نشوف الإكسرسيز نيميرو 4، بيقول واحد نو، عايز أصرف فيرب اتر، نو سم. نشوف رقم اتنين، كاسكيل، الإيل تاخد في، لسه قايلينها فوق، مع الال والإيل بياخدوا زي بعض في. رقم تلاتة، جو مابيل، جو مابيل. بعده رقم أربعة، سي أبوستغاف، دي حاجة ثابتة كده، أول ما تشوف سي أبوستغاف حط بعدها الأو اس تي على طول. كانت كلمة حافظينها في الكلمات. سي معناه إنه أو إنها. إنه لو بير دو رنا، أبو رنا. رقم خمسة، كومون vous appelez vous vous appelez. رقم ستة، الإيل نقط ميديسان، إيه اللي حطه هنا في النص؟ الإيل بتاخد الأو اس تي. رقم سبعة، tu نقط كومون، tu نقط كومون أحط إيه؟ tu t'appelles، ما اسمك. رقم تمانية، كاسكي تو فيرب فير بياخد في اللي آخرها اس، يبقى أول واحدة. رقم تسعة، ليا نقط لا سور دو لوسي، لوكيل. ليا تاخد ايه؟ في ناس كتير قوي تقعد تقول لي يا ميس انا ما بعرفش احل لما بيجي لي اسامي. هي ليا ده يا حبيبي، مش احنا قلنا اي اسم مفرد بنحط مكانه يا اما الإيل يا اما الال؟ طب هي دي اسم مفرد مؤنث، يبقى ياخد الال عشان تعرف تصرف. طالما ال يبقى تاخد ايه؟ تاخد الاو اس تي. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ بس تبقى فاهم اي اسم مفرد، اي اسم مفرد سواء بشخص او جماد او حيوان او اي حاجه، طالما مفرد يا اما ايل يا اما ال، اشوفه بقى هو مذكر ولا مؤنث. طب اللي بعده الفو، الفو تاخد فوزات فيرب اتر. رقم 11، نفس الكلام زي 9 بس دول جمع، بيير وجون. بيير وجون ده مذكر ومذكر، يبقوا جمع مذكر، يبقى تاخد إيل أفيك اس. طب صرف،
هي كده كده في التصريفات مش هتفرق قوي مؤنث ولا مذكر، ليه؟ عشان هما كده كده بيتصرفوا زي بعض، الإيل والآل زي بعض. يبقى الإيل افيك اس تاخد ايه؟ تاخد سون، الفيرب اتر. رقم 12، qu'est-ce que la mère de سامي؟ نقط. بصوا، la mère de سامي مفرد ايه؟ مفرد مؤنث، ام سامي، يبقى ال تاخد في. شبه رقم شبه رقم كام؟ رقم 9. بس هو جايب لي اسم على طول ليا، لكن هي بيقول لي مامة سامي، كلام عادي على مين؟ على ام سامي، مفرد مؤنث، يبقى رقم 13، كاسك فو، الفو تاخد فو فات. رقم 14، تو نقط لو فغير دو منى، التو بتاخد او اس. رقم 15، الإيل تاخد ايه؟ il s'appelle. ده يروح متسرع، يروح يختار الأولى، حبيبي ده المصدر آخره او ار، ده ما تصرفش أصلا. والإيل بتاخد اللي فيها اس أو استروف، ال او في الآخر. رقم 16، جو تاخد جو سوي. اللي بعده الاكسرسيز الخامس. اول واحد بيقول لي لو بير دو جاسكوس نقط، ابو جاسكوس، شبه اللي احنا لسه قايلينها فوق، بس كانت لامير. هنا هيبقى الإيل تاخد ايه؟ الإيل تاخد الترافاي اللي اخرها او. رقم اتنين الفو بتاخد اللي اخرها او زد، فو اريفي ا سيتور، هل أنت تصل الساعة 7. رقم 3، النو تاخد نوزالون، آخرها او ان اس. رقم 4، دينا اي علي، دينا وعلي مفرد مؤنث زائد مفرد مذكر يدونا جمع مذكر إلى فيك اس، يبقى تاخد اللي فيها او ان تي. رقم 5، تو تاخد تو فا، تاني واحدة. رقم 6، الفو تاخد ايه؟ الفو تاخد اللي فيها او زد، فوزالي. رقم 7، النو تاخد arrivant اللي آخرها او ان اس، نحن نصل alors في الميعاد. رقم 8، جو apostrophe تاخد اللي فيها الاو، جابيت. رقم 10، تو تاخد اللي آخرها او اس، النهاية او اس. رقم 10، احنا كنا في 9. رقم 10، جو نقط استاد، جو جو في. رقم 11، les amis de سمير، أصدقاء سمير، أصدقاء جمع، يبقى جمع مذكر يدينا إلى فيك اس، الإلى فيك اس تاخد اللي فيها او ان تي. رقم 12، الجو تاخد ترافاي اللي آخرها او. رقم 13، ال تاخد الفا الأولى، ده فيرب aller. رقم 14، او نقط فو، ده سؤال يعني مش لازم الفعل يكون في الأول، عادي ممكن يتحط بقى في النص في الآخر، مش هتفرق. بس الفو بتاخد فو ابيتي اللي آخرها او زد. الإيلافيك اس تاخد اللي فيها او ان تي، أو مش حافظ النهايات تحفظها. رقم 6، بيقول لي نقط فونت ألكسندري، فونت مين اللي بياخد فونت؟ الإيلافيك اس. رقم 2، لا سور دو شادي، أخت شادي يبقى الكلام عايد على أخته، يبقى مفرد مؤنث تاخد ايه في المهن؟ مفيش غير دي اللي فيها فارماسيان. ممكن على فكرة يجيب لي يكون في كلهم بس لا، في واحدة بس هي اللي تنفع مفرد مذكر ومفرد مؤنث، زي كلمة جورناليست آخرها أصلا، فتنفع مع الاتنين، فتركز في الحتة دي. رقم 3، جاريف نقط نوفور، احط ايه؟ نفر ساعة، احنا قلنا قبل الساعة بنحط حرف الجر. اه. رقم 4، نو نقط اون ايجيبت، النو تاخد نو ابيتون. رقم 5، نقط انكل دو جمال، انكل جمع، حد متسرع يروح يحطها لي الا استروف، غلط يا حبيبي عشان في اس في الاخر، والاس معناها ان هي جمع، لازم تحط اللي. رقم 6، الإيلافيك اس تاخد ايه؟ تاخد الصون. رقم 7، نقط ميدي، احط ايه هنا؟ إيلي ميدي، إيلي ميدي، تاخد الإيل، محدش يروح يختار الأل. رقم
بعد كده التوصيل. تعالى بقى نشوف كده التوصيل مع بعض. بيقول لي كاسكيل في، ماذا هي تعمل؟ اروح اوصلها بأن واحدة. المفروض هي ماذا هي تعمل، يبقى اقول إلي فارماسيان، يبقى احط سي هنا. اللي بعده كيلوغاتيل، الساعة كام؟ إلي 3 heures، يبقى هنا طب اللي بعده كيسكي فو فات، ماذا حضرتك تعمل؟ مفيش غيرها جو سوي فوتوغراف، يبقى هنا البي. نشوف اللي بعده التوصيل. كيس، كنا بنسأل بيها عن ايه دي؟ عن ماهية الشخص. عن ماهية الشخص، يبقى اقول ايه؟ سي آية، يبقى سي آية هنا السي. اللي بعده رقم 2 او ابيتيفو، اين حضرتك تعيش؟ هيقول جابيت او كير. يعني الموضوع سهل جدا، ما فيش اي حاجة صعبة. رقم 3 كومون تو تابيل؟ جو مابيل هاني. لو في حاجة يعني لا قدر الله وقفت قدامك، انت اللي تحتها ممكن تبقى عارف الباقي، وانت هتعرف توصل في الاخر بقى، يعني اللي ناقصة هي دي الإجابة بتاعتها. رقم 1 à quelle heure arrives-tu؟ في أي ساعة تصل؟ هقول à 9 heures. ساعتها لما قلنا ان طالما في يبقى لازم الإجابة تبقى فيها يبقى سي. اللي بعده où travailles-tu؟ أين حضرتك تعمل؟ هقول ايه؟ تسأل عن مكان، يبقى الأقصر. هنا. اللي بعده qu'est-ce qu'elle fait؟ qu'est-ce qu'elle fait؟ ماذا هو يعمل؟ il est médecin. بي هتبقى هنا. نشوف بعد كده بقى الكومبليت اللي عامل عقدة لناس كتير، مع انه الموضوع سهل قوي. لو مذاكر جرامير الموضوع هيبقى سهل. بعد كده نشوف أول سؤال بيقول il est médecin، هو يكون طبيب. il travaille، هيشتغل فين يعني الطبيب؟ هيشتغل à l'école. à l'école. à l'école بيشتغل. اللي انا بقوله ده ايه؟ نيجي لأول سؤال. il est médecin، هو يكون طبيب. il travaille، هو يعمل، الطبيب بيعمل فين؟ على hôpital، في المستشفى. لhôpital اهي. على hôpital بيشتغل في المستشفى. رقم 2 le grand père de سامي، جد سامي. أبيت يعيش، بعد أبيت بنحط المكان مدينة. ممكن أقول إيه؟ ممكن أقول كير. فتفهم الكلام لو أنت حافظ كلمات ومذاكر جرامير، الموضوع يبقى سهل معاك. وما تنساش في المدن لازم تحط حرف الجر صح. احنا كل المدن بتاخد حرف الجر ما عدا القاهرة والفيوم وسينا بياخدوا يعني كل المدن بتاخد دي. تمام كده. ما عدا مين؟ القاهرة والفيوم وسينا بياخدوا دي. طب نيجي الرقم 3 le père de منى ايه؟ ابو منى ايه؟ احنا قلنا verb être ده بيجي بعده ايه؟ verb être بيجي بعده المهن. يبقى ابو منى يكون، ممكن اقول بايلوت. دي سهلة قوي دي، بايلوت. بس اوعى تحط اداة. تقولي ده مذكر احط ام بايلوت بعد فيرب اتر، ما بحطش ادوات. تمام، بتحط المهنة على طول. فتركز قوي وانت بتحط. هو بيقولك على ابو منى يعني مذكر، يعني لازم تحط برضو المهنة مذكر. je veux présenter رقم 4 je veux présenter، انا بقدم لكم، انت بتقدم شخص. طالما بتقدم شخص ببريزونت، حط اسم حد، مثلا ادي علي اهو. علي. وتحط ابوستروف كده، وتحط بعدها المهنة. تحط مثلا جورناليست. هاي جورناليست. حط أي مهنة. بايلوت الأسهل ليك، اللي تعرف تكتبها صح. رقم 5 لا سور دو سامي travaille à، بعد وبكلمة travaille بتحط بعدها مكان العمل. ممكن تحط مثلا شغالة في أليكول، لو هي فشغالة في مدرسة مثلا، يبقى أليكول. مدرسة فشغالة في مدرسة. هي ميديسان، يبقى شغالة في أوبيتال. ممكن بدل ما تقول كده ممكن تحط مثلا مدينة زي أوكار، برضو سهلة دي. أوكار. فممكن تحط مكان العمل، وممكن تحط المدينة نفسها اللي هو شغال فيها. رقم 6 j'arrive à، أنا أصل بعدها verb arriver بيقول لي ميعاد الوصول، يعني لازم أحط بعده ميعاد. à 8 heures. كده لو حطيت كده دي اختصار لكلمة heure. عايز تكتبها كاملة أهي à 8 heures. رقم 7 نهلة travaille dans un journal، نهلة بتشتغل في جورنال. إيه ليه؟
ايه ليه هي تكون، هي تكون ايه؟ جورناليست، صحفية. جورناليست. اللي بعده، بعد فيرب اتر محطش ادوات، محدش ينسى الحتة دي. رقم 8، لا طونت. لا طونت عمتي او خالتي، سي. لازم افصصها بقى. هي عمتي دي تبقى ايه؟ عمتي تبقى اخت بابايا، يعني هقول لا سور. الاو والاي لازقين في بعض، بس مش موجود الحرف ده في الكيبورد، فتعملوها انتوا. لا سور دو لو بير. اهي. لا سور دو لو بير هي اخت بابايا. تمام. ممكن اقول اخت مامتي على فكرة. ليه؟ لان لا طنط دي تبقى يا اما عمتي يا اما خالتي. رقم 9، الفا هو يذهب. بعد الفا، بعد فيرب قال لي بحط ايه؟ مكان الذي نذهب اليه. يعني ممكن اقول الفا او كلوب، مثلا انا ذاهب الى النادي، او كلوب. رقم 10، لا مير دو سارة ا اون فارماسي. هي تكون في صيدلية. ايه ليه هي تكون؟ المفروض احط مهنة. هي شغالة في صيدلية، يبقى هي فارماسيان. فارماسيان. ولازم تحطها مؤنثة. ليه؟ لأن بيقول مامتها. يبقى هي فارماسيان، صيدلانية. رقم 11، إلا بيت. هي تعيش، وحط بعدها مدينة، ممكن أقول باريس، في باريس. اللي بعده، جو سوي. آخر سؤال معانا النهاردة، جو سوي. هنا ممكن أحط إجابتين. فيرب أترا خدناه، يا إما هقدم بيه نفسي، أقول جو سوي، أحط اسمي، آية. أو ممكن حاجة تانية. ممكن أعمل إيه؟ ممكن مثلا أقول مهنتي، جو سوي بروفيسور، أو جو سوي بايلوت، أو جو سوي جورناليست. أي حاجة نخليها بايلوت، سهلة وبسيطة. بايلوت، جو سوي بايلوت. يبقى يا إما دي يا إما دي، تقدم بيه نفسك أو تحط بيه مهنتك. وبكده نكون خلصنا. لو وصلت أو وصلتي لحد هنا فأنتوا بجد ممتازين، وربنا يوفقكم جميعا يا رب. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة لو لسه مشتركتش، واكتبوا لي كده دعوة حلوة في الكومنتات، واعملوا لايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. au revoir.